يا صباح السعادة أو يا مساء السعادة بالتوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. يلا بينا نتعلم وصفة جديدة في فيديو جديد. معاكم نيرة سليم في سنة أولى طبخ. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل بسكوت العيد. طريقة سهلة بسيطة ما فيهاش أي حاجة. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض إيه. معانا 400 جرام من الزبدة، معانا كيلو من الدقيق ونشيل منه معلقتين وهنبدلهم بمعلقتين نشا كبار، معانا ذرة الملح، معانا 4 بيضات، معانا معلقتين كبار من اللبن البودرة، 300 جرام من السكر البودر المنخول، 15 جرام من البيكنج باودر، معانا الفانيليا. اهم حاجة يكون السكر البودر معانا منخول والدقيق منخول كويس جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنجيب طبق نعرف نتحكم فيه، هننزل ب 400 جرام الزبدة بتاعتنا، طبعا واهم حاجة هنبدأ نضربهم لحد ما يبقى معايا كريمي خالص. هنتعامل معاه معاملة البوتيفور، تمام. واحدة واحدة كده لحد ما يبقى معايا كريمي خالص. طبعا واهم حاجة البيض بتاعنا يكون بدرجة حرارة الغرفة، والزبدة بتاعتنا برضو. هضربه وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده بنضرب لحد ما يبقى كريمي، وبنجيب اليوزباتولا من الجوانب علشان نتأكد ان الزبدة كلها بقت معايا كريمة خالص زي ما احنا شايفين كده اهو. ويفضل ان احنا نشتغل في طبق واسع علشان نعرف نتحرك كويس وبراحتنا. بالشكل ده كده اهوت بقت معايا كريمي خالص، وهفضل اضرب فيها لحد ما تكون برضو كريمة اكتر، تمام. وهلم باليوزباتولا من الجوانب وهبدأ برضو اضرب بالمضرب بالشكل ده كده، وهجيب الجوانب كده وهرجع اضربها تاني لحد ما اتأكد ان هي بقت كريمة خالص معايا، تمام. بالشكل ده كده هرجع اشغله تاني. شايفين القوام بقى كريمي خالص اهو. هلم الزبدة بتاعتي باليوزباتولا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. خلاص ضربنا الزبدة بالشكل الكريمي ده خالص. هنبدأ ننزل ب 300 جرام السكر البودر المنخول بتاعي بالشكل ده كده على الزبدة، وهبدأ اضربهم كويس جدا. حطينا السكر البودر على الزبدة، هنبدأ نضربهم كويس لحد ما تجانسوا مع بعض. وواحدة واحدة نعلي السرعة بتاعتنا. بالشكل ده كده برضو لحد ما يبقى معايا كريمي خالص. طبعا ونجيب اليوسباتولا السكر البودر اللي في الجنب كده بالشكل ده كده، نفضل نجيب من تحت لفوق كده اهوت. شايفين هو اصلا القوام كريمي خالص اهو ما شاء الله. وهنرجع نضربه كويس جدا مع بعض تاني. شايفين لحد ما يبقى برضو كريمي خالص. هضربه وارجع لكم. بالشكل ده كده لمينا اللي في الجوانب اهو خالص، وبقت معايا كريميه خالص اهو. طبعا هرجع اضربها كمان ضربه. شايفين ما شاء الله. كده تمام التمام. هبدأ ألم الزبدة والسكر البودر معايا من الجوانب. بعد ما ضربنا الزبدة مع السكر البودر هنبدأ ننزل بيضة بيضة بالشكل ده كده، وهنضربها لحد ما تختفي خالص مع الزبدة والسكر البودر.
يا دوبك تختفي. بالشكل ده كده هبدأ انزل بالبيضة التانية. طبعا اهم حاجة ما ننساش الفانيليا بتاعتنا. طبعا كل بيضة عليها كيس فانيليا، بس انا علشان هستعمل فروت البرتقال فهستخدم كيسين فانيليا بس علشان ما يمررش معايا. بالشكل ده كده نبدأ نضربها. شايفين بدأت برضو تكون كريمي خالص معايا اهو. هلمها باليوزباتولا. لميتها باليوزباتولا هبدأ انزل بالبيضة التالتة، وانزل بكيس الفانيليا، واضرب برضو لحد ما البيضة تختفي. بالشكل ده كده هنحط اخر بيضة، وهنضرب كويس جدا. هنبدأ نلمها كده من الجوانب. شايفين بقت كريمية خالص معايا ازاي؟ بالشكل ده كده. هضربها. خلاص خلصنا وشلنا المضرب. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي اول حاجة هنبدأ نضيف شوية شوية من الدقيق على الزبدة والسكر البودر والبيض والفانيليا زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ نقلب واحدة واحدة بالشكل ده كده. هنمشي مع بعض خطوة خطوة. هنبدأ نقلب بإيدينا بالشكل ده كده، يا دوبك نلم الدقيق مع الزبدة والسكر البودر ومكوناتنا اللي احنا حطيناها، وبالإيد التانية نحط شوية شوية من الدقيق بالشكل ده كده. ونجيب من الجوانب ومن تحت شوية شوية من الدقيق لحد ما نخلص كمية الدقيق كلها اللي معانا. عايزة تضاعفي الكمية حسب براحتك، ده انا معايا كيلو من الدقيق، انت عايزة تكتري نزود نضاعف المقادير بالشكل ده كده. نفضل نلم في العجينة بالشكل الجميل ده كده. طبعا احنا لسه ما ضفناش باقي مكوناتنا، هننزل بالدقيق الاول حبه حبه لحد ما نخلص كميه الدقيق اللي معانا بالشكل ده كده.
نفضل نلم بايدينا. شايفين بتلم معانا ازاي؟ كل ما نحط شويه شويه من الدقيق، الدقيق بيختفي. ما نحطش الدقيق مره واحده، شويه شويه تدريجيا. نضيف شويه من الدقيق. انا هخلص كميه الدقيق اللي معايا ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. بالشكل ده كده خلصت كميه الدقيق اللي معايا الكيلو. بدأت اعجن فيه. نلم بالشكل ده، ما نعجنش، احنا يا دوبك بنلم بس الدقيق مع الزبده والبيض والفانيليا بالشكل الجميل ده كده. شايفين العجينة بدأت تلم معايا اهو. تعالوا نضيف باقي مكوناتنا. هنحط ذرة من الملح، يا دوبك ذرة مش اكتر. هننزل بالنشا، معلقتين كبار من النشا. طبعا هنلم النشا بتاعنا مع العجينة. وبعد كده هنزل باللبن البودرة بتاعي، بس بعد ما لمه النشا مع العجينة بتاعتي واحدة واحدة. اول ما النشا يختفي معايا هبدأ اضيف اللبن البودرة بالشكل ده كده. ونجيب من الجوانب. النشا خلاص اختفى معايا، هبدأ انزل باللبن البودرة. واول ما يختفي معايا برضو هبدأ انزل بالبيكنج باودر واحدة واحدة. واللبن البودرة اختفى معايا اهو، هبدأ اضيف البيكنج باودر بتاعي. واخر حاجة هضيفها اللي هو العصير الفروتي بتاعي بنكهة البرتقال بعد ما البيكنج باودر يختفي. هنبدأ نضيف العصير الفروتي بتاعي. اهم حاجة ما نحطش سوائل في العجينة بتاعتنا. احنا حطينا لبن بودرة، ما حطيناش حليب العادي بالشكل ده كده. ريحته برتقال خالص، الريحة حلوة قوي. هنبدأ نلم العجينة، ما شاء الله بقت زي الفل معانا خلاص. وكده يا دوبك جهزت معانا بالشكل الجميل ده. هنحضر الصواني بتاعتنا والمكنة. ما شاء الله العجينة بقت تمام معايا اهو، وكله لم مع بعضه. العجينة كده خلاص خلصت معايا. العجينة خلاص خلصت معايا اهو. هغطيها بكيس نايلو وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق بالشكل ده كده، وبعد كده نشتغل على طول. ركبت المكنة بتاعتي خلاص. هبدأ احط حتة من العجينة نكورها الكورة واحطها في المكنة بتاعتي والف المكنة لحد ما العجينة تمشي في المكنة بالشكل ده كده، واغرز بايدي وهضيف حتة عجينة كمان لحد ما اتأكد ان العجينة مشت في المكنة.
المكنه خلاص طلعت البسكوت. هبدأ بقى الف واخد البسكوت واحطها في الصينيه بالشكل ده كده. هحط ايدي تحت المكنه واسحب على قد البسكوته واقطع واقوم رصه في الصينيه. السكينه معاكي يا لسه هخلص. هنبدأ نسوي البسكوته بتاعتنا من الطروف كده. هنشيل حته من فوق وحته من تحت علشان البسكوته تبقى متساويه معايا. هخلص اول صينيه ونشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين عملنا اول 3 صواني بالشكل ده كده. طبعا البسكوت لازم يخش على درجه حراره عاليه وبعد كده هنوطي النار خالص. تمام كده. طبعا احنا مولعين الفرن مسبقا. هندخله ونشوف البسكوت هو في الفرن اهو. شايفين الجمال ما شاء الله بجد. تعالوا نشوف اللي في الفرن. شايفين الجمال زي ما قلت لكم يخش على نار عاليه وبعد كده نهدي النار خالص عشان تاخدي بسكوته حلوه ومقرمشه. وخلصت الصاج دوت وهبدا ادخله الفرن. شايفين الجمال. تعالوا نشوفوا اللي طلع معايا في الفرن. شايفين الجمال ما شاء الله. وشايفين مقرمش ازاي وحلو اهوت. طبعا هنسيبه لحد ما يبرد خالص علشان نرصه. شايفين الجمال ما شاء الله. طبعا بنسيبه يبرد خالص زي ما قلت لكم. شايفين ما شاء الله. اول ما يحمر من تحت عارف اللي هو خلاص استوى. تمام. شايفين الجمال ما شاء الله. طبعا احنا سيبناه يبرد خالص. الصاج خلص اهو. ما عادش غير فيه صينيه وباقي العجينه هشكلها اللعب. وزي ما احنا شايفين البسكوت خلاص خلص معايا وبقى بالشكل الجميل دوت. شايفين الجمال بجد ما شاء الله. وريحته حكايه. شايفين ما شاء الله محمر ازاي وجميل. طبعا باقي العجينه اللي فضلت في المكنه انا عملتها اللعب. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله.